كي يا راوي يحكي حكاية. قالوا ناس زمان الريحة في النعناع تلقاها زينة، والبنة تلقاها في البسباس. المحبة والخير خيوط متينة يعرف قيمتها غير القلب الحساس. حاجيتكم ما جيتكم على زوج خيات في زمان بكري كانوا ساكنين القصبة في الدويرات، قصر كبير ورثهولهم باباهم بعد ما مات، عايشين فيه متونسين. كانت مريم هي الأخت الكبرى، معروفة بأدبها وأخلاقها وحشمتها وصلاتها اللي تصليها في وقتها، لكن شوي بخيلة، متزوجة وعايش معها راجلها وولادها. أما أختها فاطمة كانت عاتق وخفيفة شوية، معلقة بالدنيا الفانية وعمرها ما سجدت، ديما زاهية مع الزاهيين، مغرورة وما عارفة صلاحها وين. كانت تحب الزينة وتصبغ شعرها ويديها بالحنة، على هذا كانوا مسميينها ناس القصبة بالمعكرة نسبة للون العكار الأحمر، وهو نوع من التوابل. في ليلة من الليالي كانت مريم تطيب عشاها كالعادة، ويومها كانت دايرة طاجين البوز اللوف. الريحة مشيت عند جارتهم الفقيرة اللي من ظهرها كانت بالجوف وتتوحم، تشهات البوز اللوف وحشمت تطلبه. خمت مع روحها وقالت ندق الباب نطلب فتيلة باش نشعل الكانون ومنها نشم الريحة بالك نشبع. وكما كان الحال طلبت فتيلة، خرجت طفاتها وعاودت رجعت. اسمحولي راها طفاتلي. وهي على هاد الحالة سبعاني راني يا جيراني. حست المعكرة بشي غريب في الجارة. بوه، ما كاش الريح اللي طفي الشمعة، أكيد كاينة حكاية ولابد نتبع الجارة باه نشوف قصتها. ولما سألتها الجارة هبطت راسها من الحشمة، قالت لها اسمحيلي راني شميت البوز اللوف وانا نتوحم، قلت نجي نشم الريحة من قريب. بعدها طلبت منها تروح لدارها وربي يعمل التاويل. وكما كان الحال راحت فاطمة المعكرة لأختها وحكت لها قصة الجارة، وقالت لها حني ليها بشوية من الطاجين راهي ولية وما لحقتش. الأخت مريم تنرفزت، قالت لها داك ما بقالي وراجلي وولادي وش نوكلهم. وكما حاولتها ما نفعش. هنا فاطمة بلا ما تخمم قالت لها اعطيها نص الطاجين ونتنازل لك على حقي في الدار. كي ولات هكذا نعطيها كامل الطاجين ماشي غير النص. راحت فاطمة تفرح الجارة، ولما رجعت لقات أختها وراجلها يطالبوها تتنازل على الدار عند القاضي كما وعدتهم. دخلت فاطمة المعكرة لغرفتها، سجدت لربي تشكيل خذلانها من أختها، حتى سمعت مريم حركة غريبة. خرجت هي وراجلها لقاو نور خارج من غرفة أختها وما سايح من تحت الباب، عبق الدنيا بريحة المسك. الباب ما حبش يتفتح حتى جاو الجيران عاونوها، ولما دخلوا لقاوها ممدودة محنية ومغسلة ومكفنة والشموع دايرين بيها. لما حاولوا يخرجوها ما قدروش، لذا قرر الإمام أنها تدفن في غرفتها، ورجع القصر ضريح ومفتوح لكل الزوار، وما زال موجود إلى يومنا هذا في القصبة. والقصة واقعية توارثوها النساء العاصميات منذ القديم. والآن قولوا لي في التعليقات وش هي العبرة اللي استخلصتوها من هذه القصة. سبحان الله رات عيني زوج حمامات في قصار، قبلين السماء والبحار، وحدة مزينة بالحناني الأخرى ما هي محنيها.